توفي الصحفي والناشط صالح الجعفراوي في مدينة غزة بعد أن تعرض للخطف ثم القتل على يد ميليشيات مسلحة أثناء تغطيته لمشاهد الدمار في حي الصبرة جنوب المدينة، حيث اقتادته مجموعة مسلحة إلى جهة مجهولة قبل أن يعثر عليه مقتولاً ب7 رصاصات في جسده. وتشير المعلومات إلى أن هذه الميليشيات أنشأها الجيش الإسرائيلي خلال وجوده في غزة وتواصل ارتكاب الجرائم ضد المدنيين والنشطاء. وأفادت المصادر بأن إطلاق النار الكثيف حال دون وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى المكان لساعات، حتى تمكنوا من انتشال جثمانه ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي ليتبين أنه استشهد منذ ساعات الصباح الأولى. هذه الجريمة البشعة سلطت الضوء على خطورة الأوضاع الأمنية في غزة واستمرار الانفلات المسلح، كما كشفت حجم المخاطر التي يواجهها الصحفيون في أداء واجبهم المهني وسط غياب الحماية وتصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي الذين يسعون لنقل الحقيقة وكشف الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع.